ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أمينة خليل بمهرجان القاهرة السينمائي. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمرا، وطبعا تعملوا لي اللايك والشير. تعالوا بينا نشوف التفاصيل. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة أمينة خليل، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس. وجذبت أمينة خليل الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود والقماش المطرز. وعلق حكيم شاهين ناقد الموضة اللبناني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على إطلالة أمينة خليل في مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: أمينة بالطريق الصح، الفستان حلو وحركة الأكمام العالية عطت لمية ADG للوك لا بقالها يعني. وقصة التنورة من تحت حلوة، مع العلم كنت أفضلها أكتر تكون قصة السمكة واضحة، كان باين جسمها صح. يعني أول مرة يعلق حلو ويعجبه اللوك بتاع أمينة خليل. وتابع ناقد الموضة اللبناني قائلا: القفازات حلوين وأضافتهم صح، والتنسيق على القد، شعر، مكياج، مجوهرات. يعني عجبه الإطلالة. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.